بص يا بابا، الاختراع الجديد ده روبوت بيطبق الغسيل وينظف البيت لوحده، بس المشكلة سعره $50,000. $50,000 عشان صفيحة تطبق جلابية؟ يا نهار أبيض! ده أنا بنيت معبد الكرنك بأرخص من كده. ده اسمه شبتي، حتة طينة ببلاش، ولا شاحن ولا واي فاي. تقول له اشتغل يحرث الأرض فوراً. يا بابا دي شع وزة وداجل. الروبوت ده ذكاء صناعي وتكنولوجيا متطورة. ايه ده؟ هنج ووقع والبطارية فصلت كمان. ده طلع أي كلام يا خسارة. التكنولوجيا بتاعتكم ماتت. سحرنا القديم هو اللي بيكسب يا حبيبي. خد هاتلي شاحن للروبوت بقى. اقعد يا بني واسمع. انتوا فاكرين انكم اخترعتوا الخدم الآليين؟ احنا سبقناكم بآلاف السنين بحاجة اسمها الأوشبتي. يعني ايه أوشبتي يا بابا؟ دول التماثيل الصغيرة اللي بنشوفها في المتحف؟ كانوا بيعملوا ايه؟ التمثال ده مش مجرد طين، ده محفور عليه تعويذة الفصل السادس من كتاب الموتى. دي البرمجة بتاعته اللي بتخليه ينطق. يعني لما الملاك ينادي عليك في الآخرة عشان تشتغل في الحقل، التمثال ده هو اللي بيرد وبيشتغل مكانك؟ خادم واحد بس؟ احنا كنا بناخد معانا 365 شبتي، واحد لكل يوم في السنة، عشان أنا مرتاحش يوم واحد بس. يا خبر. طب ودول مين اللي بيشرف عليهم؟ مش ممكن يزوغوا من الشغل لو محدش واقف فوق راسهم؟ فاكرها فوضى؟ لكل 10 تماثيل عمال بنحط تمثال واحد رس معاهم، ما بيشتغلش بإيده بس بيشرف عليهم بالكرباج عشان النظام. يعني في مديرين في الآخرة كمان؟ ده نفس النظام في الشركات عندنا بالظبط، 10 يشتغلوا وواحد يقف يتفرج عليهم. شايف اللون الأزرق ده؟ ده فيانس، بيلمع زي الشمس ومتعلم بالذهب. دي نسخة الملوك، البرو ماكس بتاعتكم. طب والناس الغلابة يا بابا كانوا بيشتروا الخشب المكسر ده؟ دي باين عليها نسخة لايت خالص وما فيهاش إمكانيات. الروبوت بتاعكم بيتعب من تطبيق قميص؟ الشبتي بتاعي مهمته يحرس الأرض ويزرع القمح وينقل الرمل في حقول الجنة للأبد. إيه ده يا بابا؟ هو إحنا هنشتغل في الجنة كمان؟ أنا كنت فاكر إننا هنقعد ناكل عنب ونلعب طول اليوم. دي كانت عقيدتنا زمان يا ابني، كنا بنحفظهم في صناديق متزوقة زي دي، فاكرين إنها هتحمينا في الرحلة الصعبة دي. الصندوق شكله تحفة فنية بصراحة، بس الحمد لله إننا دلوقتي بنشتري الراحة بالتكنولوجيا مش بالتماثيل. لو عايز تكون من رعايا مملكتنا، انحت اسمك دلوقتي في زرار الاشتراك واعمل لايك عشان ما بعتلكش شبت يشدك من ودنك. وما نسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من التكنولوجيا والتاريخ. يلا سلام يا ملوك.